إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على ما يسرته من عود الجمعة والجماعات في بيوتك. والله يا عباد الله، إنها لنعمة عظيمة، نعمة عظيمة قد علم المسلمون عظمها حين عطلت بيوت الله جل وعلا. وحق على كل مسلم أن يتأمل في سبب تعطيلها، وهو هذه الجائحة، أعني جائحة كورونا التي ابتلى الله جل وعلا بها العالم كله، كما قد يبتليهم بغيرها. هي سنة الله وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم سبحانه وتعالى بالسراء والضراء وبالعسر واليسر، كما قال جل في علاه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولا شك أيها المسلمون أن ما يقدره الله جل وعلا من الابتلاءات والمصائب إنما هو لحكم عظيمة. تلكم الحكم التي قد تكون مما استأثر الله تعالى بعلمه، وقد تكون مما أخبر به في الوحيين، وقد تكون من استنباط أهل الاجتهاد والعلم الذين وفقهم الله جل وعلا إلى ذلك. فإن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده وللناس أجمعين فيه حكمة عظيمة قد أخبر الله جل وعلا بها في كتابه. فإن من أعظم حكم البلاء والمصائب تمحيص الله جل وعلا لعباده، تمحيص الله جل وعلا لعباده، ليميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل، وليعلم سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال جل في علاه: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإن من الحكم أيضا عباد الله في هذه البلايا والمصائب إيقاظ الناس من غفلتهم، ليرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإن ما يحل على العباد من المصائب إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتأتي هذه المصائب والبلايا تنبيها للناس ليحاسبوا أنفسهم وليوقظوها من غفلتها وليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد ابتلانا بجائحة كورونا لنتضرع إليه ونتوب إليه سبحانه وتعالى، وهذا هو المخرج من المصائب يا عباد الله. فإن المؤمن يرى في هذا البلاء سببا يحثه على التوبة والضراعة، يرى في هذا البلاء سببا لمحاسبة نفسه وإيقاظها من غفلتها وفراره إلى الله عز وجل، فإنه لا مفر منه إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. المؤمنون الصادقون يفرون من الله إلى الله جل في علاه. إذا أصابتهم نعمة من الله
فروا إلى الله بشكرها، وإذا أصابتهم مصيبة من مرض أو بلاء أو غيره فروا إلى الله جل وعلا بالرضا بقضائه وقدره والصبر على ذلك، كما قال الله جل وعلا عنهم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الواجب على كل مسلم عند حلول البلايا والمصائب، أن يتضرع ويتوب إلى الله عز وجل. يكون العبد داعيا لربه بخضوع وتذلل، معترفا بتقصيره وذنوبه، تائبا إلى الله جل وعلا منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه. وقد قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها دليل على وجوب الضراعة إلى الله عز وجل. فيا أخي المسلم، احذر أشد الحذر من الغفلة عن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كن متضرعا إلى ربك جل وعلا في كل أحوالك، في السراء وفي الضراء، فإن الله عز وجل قد عاب قوما تضرعوا إليه في الضراء فلما كشفها عنهم أعرضوا عن دينه ولم يتضرعوا إليه. قال سبحانه وتعالى عنهم: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وعلى كل يا عبد الله، إذا لم تكن متضرعا إلى الله في السراء فلا تغفلن عن التضرع إليه في الضراء، فإنك إن غفلت عن الضراعة إلى الله في الحالين فإن هذا يؤذن بعذاب أليم والعياذ بالله. تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يدل هذا الفعل يدل على قسوة القلوب والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في هذه الآية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا ابتليناهم بمختلف البلايا تضرعوا إلينا ولكن قست قلوبهم. قلوب يا عباد الله ما رقت ولا خشعت، والله المستعان. ولا أدل من حال العبد أن يكون بعد البلاء كحاله قبل البلاء، والله المستعان. نعوذ بالله من قسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمتها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عباده وابتلى قوما من الأقوام فلم يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى قد يرفع عنهم البلاء ثم يغدق عليهم في النعم ثم يحل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب تركهم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا عن قوم ابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا إليه وأعرضوا عما ذكروا به. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم عباد الله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يرفع الله عنهم البلاء ويفتح عليهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، فيغدق عليهم بمختلف النعم من الأمن والرخاء والمال وغير ذلك من أنواع الترف. يبتليهم بالنعم كما ابتلاهم بالنقم، والابتلاء بالنعم قد يكون أشد من الابتلاء بالنقم، وكل هذا استدراج منه سبحانه وتعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي قال جل وعلا فيها: حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر ومرح بما أتاهم الله من النعم أخذناهم بغتة
بماذا أخذهم يا عباد الله؟ أخذهم بالعذاب. وأي عذاب؟ عذاب يأتيهم بغتة على حين غفلة، لأنهم قد انغمسوا في الترف ونسوا العذاب فإذا هم مبلسون. قال ابن عباس: المبلس الآيس، فإذا هم آيسون من كل خير والعياذ بالله. اتقوا الله يا عباد الله، وتضرعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، وتوبوا إليه من ذنوبكم يرفع عنكم البلاء ويثبكم ثوابا جزيلا. واحذروا يا معاشر المسلمين من التمادي في الغفلة، احذروا يا عباد الله من التمادي في الغفلة والاستمرار فيها، فإن عذاب الله شديد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الآية يا عباد الله يخوف الله بها الكفار ويخوف بها أهل المعاصي، ويذكر لهم العذاب المتنوع والعياذ بالله. وما هم بمعجزين، ما هم بمعجزين لله سبحانه وتعالى، فالكل عبيد لله جل وعلا، نواصيهم بيده جل وعلا. هو قادر سبحانه وتعالى إذا لم يمتثلوا أمره أن يستبدلهم بقوم آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي، ولا يكونوا أمثالكم في عدم امتثال أمر الله، بل يكونون طائعين لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا معاشر المسلمين، تضرعوا إلى الله، توبوا إلى الله جل وعلا من ذنوبكم يرفع عنكم سبحانه وتعالى هذا البلاء. اللهم إنا تبنا إليك فتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين أجمعين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين أجمعين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين أجمعين في أوطانهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.